رجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل. بنرحب بكم مرة أخرى في برنامج مصر جديدة، وبنرحب بضيفتنا النهاردة في البرنامج الأستاذة داليا أمين، مرشدة سياحية ودكتوراه في الإرشاد السياحي، مدرس منتدب بكلية السياحة والفنادق، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي الآسيوي بجمهورية مصر العربية، ورئيس الملتقى الثقافي للمرشدين السياحيين والعاملين بقطاعي السياحة والآثار. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه داليا. اهلا بيك يا دكتوره داليا، اهلا بحضرتك. في الاول كلمينا كده عن الملتقى الثقافي للمرشدين السياحيين، اللي اعتقد ان هو الملتقى الاكبر في هذا المجال. تقدري تكلمينا عليه كده باختصار، نعرف ايه فكره الملتقى؟ هو فكره الملتقى بصراحه جات لي كده من خلال بعض الاشياء، او يعني بعض المقدمات. اول حاجه ان كل مجال او كل قطاع في مصر يعني بيبقى له تشجيع، وبيبقى له ملتقيات، وبيبقى له منتديات، وله مهرجانات. ففي مهرجان الممثلين، في مهرجان المغنيين، في حاجات كتيره بتسلط الضوء على شخصيات كتيره في المجتمع بتخدم الدوله وبتخدم الوطن. طيب المرشد السياحي ده حد مهم جدا، ده اهم عنصر في العمليه السياحيه وفي المؤسسه السياحيه. فلازم ان احنا نسلط الضوء عليه، لازم ان احنا نعمل له حاجه تسبورت، تدعمه، تشجعه، تخليه ينتج، تخليه يكون اكثر انتماء، اكثر اخلاصا لوطنه. ففكرت في حاجه، فالحاجه دي ان انا ومجموعه الناس او مجموعه المشاركين معايا في مكتب الاتحاد الافريقي الاسيوي اللي انا برأسه هنا في مصر، وهو تابع لمنظمه تضامن الشعوب الافريقيه الاسيويه، وتابع للاتحاد العام اللي هو الاتحاد الافريقي الاسيوي افاسو، بيرأسه الدكتور حسام درويش، والامانه العامه او الامين العام بتاعه هو اللواء حسام بدر الدين. فانا برأس مكتب مصر، فقلت انا موجوده في الوظيفه دي او في المنصب ده، ومن اهم اهداف الاتحاد او من اهم اهداف المنظمه نفسها هو دعم السياحه البينيه بين الدول الافريقيه والدول الاسيويه. طيب ما هو المرشد السياحي ده عنصر هام جدا. فبصفتي مرشده سياحيه، وبصفتي استاذه جامعيه بدرس في قسم الارشاد السياحي، وبصفتي رئيسه مكتب مصر، فانا ليه ما اعملش حاجه تدعم المرشد السياحي، تكافئه على اعماله وعلى وقفته في الصعوبات اللي مصر بتمر بيها، وخاصه في الازمات اللي في الفتره اللي فاتت او في الفتره الحاليه. وخاصه ان قطاع السياحه يعني من اكثر القطاعات اللي بتتاثر باي احداث يعني بتحدث في البلد، يعني زي جائحه كورونا، زي الاحداث السياسيه اللي حدثت، ده من القطاعات يعني المهمه اللي تاثرت. بالظبط كده. حضرتك لو بصيتي على القطاع السياحي ده يعتبر قطاع من اهم القطاعات في الاقتصاد القومي. طبعا. ده حقيقي. لان طبعا. احنا دايما طبعا. كنا بندرس كده في المدرسه ان السياحه بتمثل الدخل القومي والعمله الصعبه لمصر. فانا عشان خاطر يعني ادعم الاقتصاد المصري لازم ادعم مجال السياحه. فمجال السياحه قائم على خدمات ماديه وخدمات معنويه ومواقع اللي هو المنتج نفسه. طب المنتج ده عباره عن ايه؟ المنتج ده عباره عن الموقع الاثري او الموقع السياحي، والشخص او اللي هي الثروه البشريه او العماله اللي هي اللي بتقدم الخدمه. طيب المرشد السياحي ده مهم جدا. انت حضرتك المرشد ده هو اللي بيستقبل السايح من اول ما بيجي، من اول يوم في المطار لغايه ما بيقول له باي باي مع السلامه في اخر يوم بيمشي فيه من مصر. عندنا في البرنامج في الموسم ده كان في كلمة بنقولها في المقدمة، إن مصر أجمل ما فيها ناسها. بالظبط. فكرة إن مرشد سياحي مصري محبوب، مثقف، فاهم، مدعم بالعلم وبالخبرة، ممكن تكون دي الأولوية عندكم في دعم هذا في المؤتمر يعني. بالظبط. عملتوا إيه بقى عشان يعني عملتوا مسابقات، عملتوا ايه الدعم اللي قدمتوه للمرشدين يعني، والاهتمام بالعنصر البشري في يعني هذه المعادله الهامه؟ بالظبط. اولا احنا في الملتقى الثقافي للمرشدين السياحيين اقرينا ان احنا لازم نعمل حاجه تشجع المرشد السياحي ان هو يدي كل او افضل ما عنده. فعملنا مسابقه للفيديو لافضل فيديو ترويجي للسياحه المصريه. والسياحه المصريه مش اي سياحه، لا، السياحه الغير تقليديه. ما احنا عندنا سياحه تقليديه وسياحه غير تقليديه اللي هي المستجده على المجال السياحي، وهي انماط حديثه وانماط مستحدثه. عملنا مسابقه في الافضل فيديو ترويجي للسياحه الفود تور. ده الملتقى، صورة الملتقى معانا على الشاشة. ايوه، ده الملتقى الثقافي لينا للمرشدين السياحيين. ايوه. فعملنا
سياحه الطعام. سياحه الطعام اللي هي الفود تور، ودي طبعا غير اشرحيها الايجيبشن لنا شويه لان احنا جديده احنا علينا شخصيا. طيب. غير الاكلات اللي بتشتهر بيها مصر، لا، في حاجه اسمها الايجيبشن كوزين، وفي حاجه اسمها الايجيبشن فود تور. انا طبعا بتكلم بالانجلش لان هو ده المصطلح المعروف بالظبط للسائح اللي بيجي من بره. الكوزين ان هو بيخش عند اسره مصريه وبيخش جوه المطبخ، بيجرب معاهم ازاي يطبخ وازاي يحضر الاكل بنفسه وازاي يساعد الاسره في ان هو يعمل طبق مصري اصيل. لكن الفود تور بقى الشخص ده بينزل مع المرشد السياحي، المجموعه السياحيه بتنزل مع المرشد السياحي، بيجوبوا شوارع مصر، بياكلوا في المطاعم، بيقعدوا على المقاهي، بيجربوا بقى الاكلات المصريه كلها اللي مصر بتشتهر بيها، زي الكشري، زي الملوخيه، زي المكرونه البشاميل، زي عملتوا فيها مسابقه؟ عملنا فيها مسابقه لفيديو فازت بيه المرشده السياحيه المتالقه الاستاذه هالة أحمد. صورها كانت معانا على الشاشة من شوية، لو الزملاء يجيبوها عشان نبقى يعني نوصل لها تحياتي وتحية أستاذة داليا وتحية البرنامج عموما. بالظبط، شخصية مميزة. بصراحة الفود تور في ناس كتير جدا، في مرشدين جدا بيعملوها، لكن في حد بيبقى متميز في حاجة، في حد بيبقى عنده سنس كده بيحط التاتش بتاعه على التور، فأنت كده بتبدأي تعملي ماركت لانماط مستحدثه. الفيديو كان مدته قد ايه؟ نعرف بس يعني مده الفيديو وايه الاضافه اللي هي عملتها بحيث ان هي خدت الجايزه. انا هقول لحضرتك على حاجه، في زي بيبقى في البرنامج السياحي ان كده كده لازم الجست اللي جاي هيجرب الايجيبشن فود او الايجيبشن فود، يعني اللي هو التيبيكال ايجيبشن فود، عن طريق مثلا ان هو بيودوه مطعم بيبقى فيه شيش كباب، شيش كفته، الكلام ده. لكن انت لما تنزلي بقى خارج المطعم السياحي وتاخديه بقى في وسط يعني الشوارع وفي وسط المناطق الشعبيه، وتخلي بالك منه، يعني ان انت كمان تبقي حريصه على ان السائح ما يتعرضش لاي مضايقات، وان انت تروحي مكان يكون الاكل اللي فيه اكل مضمون، ما يتعبوش كمان، ما يتسببلوش في اي مشاكل في المعده، لان طبعا في اختلاف يعني في الاميونيتي نفسها، في المناعه. فان انت تتعاملي ان انت تنزلي تروحي بيه وتمشي بيه في الشوارع كده، ان انت تاخديه تقعديه وتدخليه المطاعم وتعملي له الاكل بنفسك وتخليه هو يعمله بنفسه داخل المطعم، فدي في حد ذاتها كده ده تجربه جميله، ان السايح انت كده بتارجتي. بنعمل فيديو تقدمه 3 فيديوهات، ده كان اول فيديو فيهم. تاني فيديو كان بيتكلم عن السياحه الريفيه وفاز بيه المرشد السياحي. دي الاستاذه اللي فازت دي الاستاذه هالة احمد، هي اللي فازت بالفيديو الطعام الفود تور. تمام، ومتخيليش بقى فرحتها. وفي فيديو تاني عن السياحه الريفيه اللي فاز بيه الاستاذ احمد فرحات، وبيتكلم عن تجربه السائح داخل الريف المصري. يعني جولة. هو بالظبط داخل الريف المصري، بنسميها ان انجلش رولر توريزم. معانا على الشاشه اهو. اي رولر توريزم. لا، ده ديفيد اللي فاز بسياحه الفضاء. الاستاذ احمد فرحات، هتلاقي له في صور ثانيه ان شاء الله هتنزل. فاحمد عامل فيديو جميل جدا. الناس بتنزل بتنزل في الحقل في الارض، بتجمع الكوسه بنفسها. الاجانب بياخدوا الحاجه اللي جمعوها ويخشوا يطبخوها جوه مع الفلاحين، يخبزوا معهم العيش الفلاحي، يركبوا يعني العربيه الكر، ويركبوا الحمير ويروحوا يعيشوا الاجواء الريفيه، يستمتعوا بالفاكهه والخضروات الطازجه اللي لسه طالعه من الحقل، فيعيشوا في الريف المصري. الفلك بقى كان ايه؟ كلمينا عنه، يعني مسابقه الفلك دي. مسابقه الفلك في كذا فيديو تقدم ليها، بس بصراحه كان افضل 2 هم لسه مرشدين مقبلين على الحياه، خريجين كليه سياحه وفنادق، قسم ارشاد سياحي بيئي. كانت اللي عملته ندى صالح، وهي احد طلابي ومن اوائل كليه سياحه وفنادق، وديفيد ايمن هو برضك من احد طلابي. فانا عامله المسابقه ما فيهاش اي مجامله، هم اتقدموا بالفيديو فعلا. اللجنه القائمه على التحكيم قالت ان الفيديو ده يستحق ان هو يفوز بالجائزه، لانه تسليط الضوء على نمط مختلف من السياحه، اللي هو بيبدا من شهر مارس لشهر سبتمبر في وقت معين من السنه. بنروح نزور سيوه، بنروح نزور دهب، بنروح نزور الفيوم، بتبقى فيه مشاهده للنجوم والاورينز اللي هي تحركات مثلا فلكيه معينه بتلسكوب او بمشاهده عاديه. في المرصد الفلكي بيعملوها، بس احنا محتاجين يعني زياده السياحه الفلكيه بالزبط. حاليا. احنا محتاجين بقى ان سبوت لايت عليها، نعمل تركيز عليها، نركز على الحاجات دي. ليه؟ لان احنا دلوقتي عندنا سائح بنتارجت نوعيه من السائح غير تقليديه. صحيح. الغير تقليدي او السائح الغير تقليدي ده جاي عشان خاطر
يستمتع بحاجه تانية جنب السياحه الثقافيه. احنا قلنا ان مصر مش مجرد اهرامات ومتحف وبس. لا، مصر في اكبر، سياحة مصر اكبر من مصر كده أكبر من بكتير. كده. وترفيهية مصر فيها، وشاطئية. مصر جميله بناسها زي ما احنا لسه طبعاً، قايلين، لما طبعاً، الدكتوره طبعاً. شيماء قالت طبعاً. انت لازم تعيش اللوكلايزيشن، لازم تعيش الحياه الطبيعيه اللي الشخص المصري بيعيشها، وفي ناس بتحب تخوض التجربه. صحيح. فدي بنسميها يعني هو في الحقيقة يعني الملتقى الثقافي الثاني للمرشدين السياحيين، وطبعا اللي حضرتك كنت متواجدة فيه قمتوا أيوة. بمجهود والله. أكثر من رائع، وكان في حضور لعدد كبير جدا من ممثلي قطاعات وهيئات ووزارات يعني كتيرة جدا. فبجد احنا بنحييكم على الجهد الجميل والمبذول. لكن أنا كلمينا عن لجنه التحكيم سريعا كده، كانت مكونه من مين؟ لجنة التحكيم كانت مكونة من مقرر الملتقى وأمين الملتقى الدكتورة حنان النجار، مقرر الملتقى الدكتورة رندا أنور، منسق الملتقى الدكتورة نادية مصطفى، والدكتور حسام درويش طبعا اللي هو رئيس الاتحاد العام كان على رأس اللجنة، واللي هو حسام بدر الدين، وبعض الدكاترة الأكاديميين والمرشدين السياحيين. فهي دي اللجنة اللي كانت قائمة على تقييم الفيديوهات وانه افضل فيديو والنتائج بقى النهائيه جداً. اللي خرجنا بيها من الملتقى سريعا كده عشان والله الوقت. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اشرك المرشد السياحي في التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري، لان المرشد السياحي هو اكتر واحد بيتعامل مع السائح وعارف ايه احتياجاته. This is what we call it the tourist needs، اللي هي احتياج السائح ايه. فانا لما اشرك المرشد السياحي بشكل رسمي منظم في العمليه الترويجيه للسياحه المصريه، انا كده بديله دوره وبديله بفعل دوره القومي والوطني في دعم السياحه المصريه ودعم المؤسسات السياحيه بصفه عامه. دكتوره داليا امين، احنا نتمنى انه يبقى في عدد اكتر من مثل هذا الملتقى، وعدد اكتر من المشاركين، وعدد اكتر من نوعيات الافلام اللي اتعملت لانواع مختلفه ومتجدده للسياحه، ونتمنى تبقي دايما ضيفتنا ودايما نلتقي. ويعني سعداء جدا كانت معنا الدكتوره داليا امين، مرشده سياحيه ودكتوراه في الارشاد السياحي ومدرس منتدب بكليه السياحه والفنادق، ورئيس مكتب الاتحاد الافريقي الاسيوي بجمهوريه مصر العربيه، ورئيس الملتقى الثقافي للمرشدين السياحيين والعاملين بقطاع السياحه. نورتينا.